لو معاك اي عملة من العملات الورقية السعودية اللي هنقول عليها داخل الفيديو، فبجد يا حظك يا هناك، جاب لكم النهاردة فيديو جديد يا جماعة وتجميعة جديدة لأغلى العملات الورقية السعودية اللي موجودة بالنسبة لأي ورقة سعودية. من خلال الفيديو ده لو معاك أي ورقة سعودية غالية وعاوز تعرف تمنها هتلاقيها موجودة داخل الفيديو. هتتفاجأ حرفيا لما تعرف إن في أقدم طقم سعودي اللي هو إصداره 1961 اللي هو الخمس قطع وصل سعره ل 150 ألف جنيه. أيوه زي ما سمعت كده، بس لابد ان هو ينطبق عليه بعض الشروط والمواصفات ويكون بنفس الاشكال اللي هنقول عليها جوه الفيديو. فبطلب من حضرتك لو انت اول مره لسه بتشوفنا تعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت بتشوفنا على اليوتيوب، اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه. وكل اللي انا طالبه من حضرتك ان انت تقارن كل العملات الورقيه السعوديه اللي موجوده عندك داخل الفيديو وتقارنها. لو معاك اي عمله من الغاليه اللي بنقول عليها فبجد يا حظك يا هناك. بس لو انت اول مره بتشوفنا وعاوز تبعت لنا العملات اللي موجوده معاك دي، ممكن تاخد ارقام الواتس وهسيبها لكم في اخر الفيديو. فبطلب من حضرتك ان انت تعمل لنا لايك كبير للفيديو واشتراك عندنا في القناه عشان فيديوهاتنا توصل لكل الناس والناس كلها تستفيد، ولربما يكون حد معاه عمله هو مش عارف قيمتها يقدر يبعتها لنا. طبعا نخش دلوقتي جوه الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم يا جماعة من جديد ومعانا أول إصدار من اللطقم السعودية، وهو الإصدار الأول أو الطقم السعودي الأول والأغلى والأندر الذي وصل سعره بالفعل ل 150 ألف جنيه. ودي تم طرحه بموجب نظام النقد في عهد الملك سعود ابن عبد العزيز آل سعود، وتم طرحه بخمس أشكال وبخمس فئات. تتكون هذه الفئات من 100 ريال وال50 ريال وال10 ريال والخمس ريالات والريال الواحد. تم إصداره بتاريخ 14 يونيو 1961، وهو أول إصدار من الورقة تاريخه 1961. ونركز يا جماعة، وتم سحبه من التداول بعد أن استمر لمدة 10 سنين بتاريخ 24 يونيو 1971. يتكون هذا الطقم من خمس قطع يا جماعة، وصل سعره ل 150 ألف جنيه لو وصل لحالة الأنصر أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع. طب سعره هو كده؟ لا، بيبدأ من أول 70 ألف جنيه وبيعلى تدريجيا لحد ما بيوصل ل 150 ألف جنيه. والورق بتاعه كالآتي: أول ورقة في الطقم وهي فئة ال 100 ريال سعودي. ال 100 ريال سعودي ده يا جماعة تشتهر ب 100 ريال الحمراء، وشكلها لازم يكون زي اللي موضح على الشاشة بالظبط بنفس المواصفات بالظبط. ويا جماعة لابد إن يكون تاريخها 1961، ودي أول إصدار. وديت يا جماعه سعرها ما يبدا من اول 30 الف جنيه لو فيها بعض العيوب وبعض الكتابه عليها وفي بعض الانكسار في الاطار، وبيعلى لحد ما بيوصل ل 50 الف جنيه اي بدون اي عيوب نهائيه من اي نوع حتى لو كانت بسيطه. معانا تاني ورقه في الطقم وهي فئه ال 50 ريال سعودي، ودي سعرها بيبدا من اول 20 الف جنيه لو فيها بعض الكتابات والخدوش والاتساخ والكسرات اللي موجوده في الورقه، بس اهم حاجه ما يكونش فيها قطوع يا جماعه. وبيعلى تدريجيا لحد ما بيوصل ل 30 الف جنيه مصري اي بدون اي عيوب نهائيه من اي نوع حتى لو كانت بسيطه، وبتشتهر بلونها النبيتي. والاسعار اللي انا بقولها دي يا جماعه بتخضع لظروف السوق والعرض والطلب. معانا ثالث ورقه في قلب الطقم وهي فئه ال10 ريالات سعودي، ودي سعرها يا جماعه ودي تشتهر ب10 ريالات الخضراء او 10 ريالات المراكب، وهي بدون صوره ولازم شكلها زي اللي موضح على الشاشه بالظبط. ودي اقدم ورقه واقدم 10 ريالات سعوديه، سعرها تاريخها 1961. سعرها بيبدا من اول 20 الف جنيه لو فيها بعض الاتساخ وبعض الكتابات وبعض الكسرات فيها، لحد ما بيوصل ل 30 الف جنيه لو وصلت لحاله الانصر بتشف وبترف اي بدون اي عيوب نهائيه من اي نوع حتى لو كانت بسيطه. معانا رابع فئة من قلب الطقم وهي 5 ريالات سعودي. 5 ريالات سعودي، ودي سعرها يا جماعة بيبدأ من أول 10,000 جنيه لو فيها بعض العيوب والاتساخ والكسرات والانكسار في الأطار، وبيعلى تدريجيا لحد ما بتوصل ل20 ألف جنيه أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع حتى لو كانت بسيطة زيرو، أكنها بتدبح كده بتشف وترف. والأسعار اللي أنا بقولها دي يا جماعة بتخضع لظروف السوق والعرض والطلب. معانا بقى خامس فئة من الطقم وهو 1 ريال سعودي، ودي من اشهر الريالات السعوديه والمشهور بالنسبه للناس كلها. ودي يا جماعه بيشتهر بريال سعودي جبل عرفه، ولونه بيشتهر بلونه البني، وسعره بيبدا من اول 5000 جنيه لو في بعض العيوب والكتابه عليه وانكسار في الاطار والشخبطه، وبيعلى تدريجيا كلما تحسنت الحاله ممكن يوصل ل20 الف جنيه لو وصل لحاله الانصر اي بدون اي عيوب نهائيه من اي نوع حتى لو كانت بسيطه. والاسعار اللي احنا بنقولها دي يا جماعه بتخضع لظروف السوق والعرض والطلب. دي بالنسبه لاول طقم. معانا تاني اصدار من الورق السعودي او تاني طقم تم اصداره بالنسبه للورق السعودي، وهو الطقم الثاني بتاريخ 1963.
ودي تم اصداره بخمس فئات ايضا، وهم ال100 ريال وال50 ريال وال10 ريالات والخمس ريالات والواحد ريال بدون صورة، ودي تاني اقدم طقم سعودي بدون صورة، وتم اصداره سنة 1963 في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز، وما حطش صورته على الطقم بتاعه، برضو توضيح يا جماعة. ودي فئاته الخمسة اللي احنا لسه قايلينهم، وتم اصدارهم بتاريخهم 15 مارس 1963. يبقى الطقم دي نادر يا جماعة ايضا، واسعاره كويسة. سعره بيبدأ من اول 5000 جنيه وبيعلى تدريجيا لحد ما بيوصل ل20,000 جنيه لو وصل لحالة الأنصر أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع حتى لو كانت بسيطة. الخمس قطع الخمس ريال الخمس أشكال سعره بيوصل ل20,000 جنيه. وهقوله لكم بالتفصيل. أول ورقة معانا وهي ال100 ريال سعودي بدون صورة، ال100 ريال سعودي بدون صورة، الإصدار الثاني بالشكل اللي انتوا شايفينها لونها أحمر، فدي سعرها يا جماعة بيبدأ من أول 1000 جنيه لو فيها بعض الكتابات لحد ما بيوصل ل5000 جنيه. معانا ال50 ريال سعودي، ودي شكلها يا جماعة ولونها بني، وبيبدأ سعرها من أول 800 جنيه وبيعلى تدريجيا كلما قلت العيوب لحد ما بيوصل ل3000 جنيه لو وصلت لحالة الأنصر أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع حتى لو كانت بسيطة. والأسعار اللي أنا بقولها لكم دي يا جماعة بتخضع لظروف السوق والعرض والطلب. معانا ثالث فئة وهي ال10 ريالات سعودي، وديت عليها على وجهها المسجد المكي او الحرم المكي، وسعرها بيبدأ من اول 500 جنيه لو فيها اي عيوب واتساخ وكسرات، وبيعلى تدريجيا لحد ما بيوصل ل 3000 جنيه اي بدون اي عيوب نهائية من اي نوع. معانا ال5 ريالات سعودي ولونها اخضر بدون صورة يا جماعة، ودي سعرها بيبدأ من اول 200 جنيه وبيعلى تدريجيا لحد ما بيوصل ل 2000 جنيه لو وصلت لحالة الأنصر أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع حتى لو كانت بسيطة. والأسعار اللي بقوله لكم دي بتخضع لظروف السوق والعرض والطلب، ولابد إن هي تكون بدون صورة. معانا خامس فئة وهي ريال واحد سعودي أو 1 ريال سعودي، ولونها بنفسجي، وسعرها بيبدأ من أول 200 جنيه وبتعلى تدريجيا لحد ما بتوصل ل 1000 جنيه لو وصلت لحالة الأنصر أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع حتى لو كانت بسيطة. والأسعار اللي بقول لكم كلها بتخضع لظروف السوق والعرض والطلب. معانا الإصدار الثالث من الورق السعودي، وهو طقم يسمى طقم الملك خالد والملك فيصل، وهو أول طقم يعتبر بصورة بوجود عليه صورة على وجه العملات السعودية. تمام. الطقم دي تم إصداره في 9/9 بالظبط 1976، ودي الإصدار الثالث من الورق السعودي. الطقم دي تم إصداره في عهد الملك خالد بن عبد العزيز، وبيحمل صورته على ال100 ريال، وباقي العملات كلها بتحمل صورة الملك فيصل تقديرا له. بتتكون من 5 فئات، الخمس فئات كالآتي اللي هم ال100 ريال وال50 ريال وال10 ريالات والخمس ريالات والريال الواحد. سعر الطقم كله يا جماعة بيبدأ من 2500 جنيه لو هو معاكم فيه عيوب او فيه اتساخ او كسرات، وبيعلى تدريجيا الطقم كله الخمس ورقات يا جماعة لحد ما بيوصل ل 5000 جنيه لو وصل لحالة الأنصر اي بدون اي عيوب نهائية من اي نوع. وهنشرح الطقم بالتفصيل ورقة ورقة. معانا اول ورقة في الطقم وهي 100 ريال، وهذه ال100 ريال هي تحمل صورة الملك خالد بن عبد العزيز. وسعر هذه الورقة لو فيها بعض العيوب بيبدأ من أول 1000 جنيه وبيعلى تدريجيا لو وصل لحالة الأنصر أي بدون أي عيوب نهائية ل 2000 جنيه أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع. معانا 50 ريال سعودي، الإصدار الثالث فئة ال50 ريال سعودي، وديت عليها أول صورة لصورة الملك فيصل، ودي سعرها يا جماعة بيبدأ من 500 جنيه وبيعلى تدريجيا لحد ما بيوصل ل 1000 جنيه أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع حتى لو كانت بسيطة. والأسعار اللي أنا بقوله لك ديت بتخضع لظروف السوق والعرض والطلب، وبتبدأ من 500 جنيه لو فيها عيوب. معانا ثالث فئة في قلب الطقم وهي فئة ال10 ريالات سعودي، إصدارها 1976 وبتحمل صورة الملك فيصل أيضا، وسعرها بيبدأ من أول 100 جنيه لو فيها عيوب واتساخ وكسرات وكتابة عليها وانكسار في الإطار، وبتعلى تدريجيا الورقة ديت لو اتحسنت حالتها. لو وصلت لحالة الأنصر ممكن سعرها يوصل ل 800 جنيه و1000 جنيه، بس أهم حاجة تكون زيرو بتشف وبترف أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع حتى لو كانت بسيطة. معانا رابع فئة من الطقم وهي فئة ال5 ريالات سعودي، ودي شكلها أخضر وبتتميز على الوجه برضو بصورة الملك فيصل، وبتبدأ سعرها من أول 100 جنيه لو فيها بعض العيوب والاتساخ والكسرات والانكسار في الإطار والشخبط عليها، وبتعلى تدريجيا لحد ما بتوصل ل 800 جنيه لو وصلت لحالة الأنصر أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع حتى لو كانت بسيطة. معانا آخر فئة في الإصدار أو في الطقم وهو 1 ريال سعودي، يحمل
صورة الملك فيصل على الوجه وتتميز بلونها الاحمر، ودي سعرها مبيبقاش غالي جدا، من اول 50 جنيه، وممكن توصل لو اتحسنت حالتها وبقت انصر يعني بتشف وبترف ما فيهاش اي عيوب، بيوصل سعرها ل 500 جنيه لو وصلت لحاله الانصر اي بدون اي عيوب نهائيه من اي نوع. ده بالنسبه للاصدار الثالث اصداره 1976. نخش بعد كده يا جماعه على الاصدار التذكاري، ودي تم اصداره بمناسبه مرور 100 عام على المملكه العربيه السعوديه، وتم طرحه بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المملكة العربية السعودية سنة 1419 هجرية. واحتوى هذا الإصدار على عملتين فقط، وهم فئة ال200 ريال وال20 ريال، لأن هم كانش بيتم إصدارهم في الإصدارات السابقة، لأن هو دي إصدار تذكاري. وتم وضع شعار المناسبة على هذه الصور، بالإضافة لصورة الملك عبد العزيز آل سعود على العملتين. سعر هذا الإصدار التذكاري يا جماعة لو الورقتين مجتمعين معاك فسعرهم بيبدأ من أول 2200 جنيه وبيعلى تدريجيا لحد ما بيوصل ل 4000 جنيه لو وصلوا لحالة الأنصر أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع. والأسعار اللي أنا بقولها دي بتخضع لظروف السوق والعرض والطلب. طيب لو أنا معايا عملة واحدة بس من العملتين، مش معايا العملتين، لو أنا معايا عملة ال20 ريال السعودي التذكاري وعليها صورة الملك عبد العزيز آل سعود على وجه العملة، فدي سعرها يا جماعة بيبدأ من أول 300 جنيه لو فيها أي عيوب وخدوش واتساخ وكسرات وشخبطة وانكسار في الإطار، وبتبدأ تعلى تدريجيا كلما تحسنت الحالة بتاعتها لحد ما بتوصل ل 500 جنيه أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع حتى لو كانت بسيطة. والأسعار اللي أنا بقولها لكم دي يا جماعة بتخضع لظروف السوق والعرض والطلب وأسعار العملات المتداولة. دي بالنسبة لل20 جنيه السعودي التذكاري اللي تم إصدارها بمناسبة مرور 100 عام على المملكة. تاني عملة وهي عندنا عملة ال200 ريال السعودي التذكاري، ودي سعرها يا جماعة بيبدأ من أول 2000 جنيه لو فيها أي خدوش أو كتابات أو انكسار أو انقطاع أو شخبطة عليها أو انكسار أو تقطيع فيها أو حالتها تعبانة، فبيبدأ من أول 2000 جنيه وممكن تعلى تدريجيا كلما تحسنت الحالة بتاعتها لأن تصل إلى 3000 جنيه لو وصلت لحالة الأنصر أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع حتى لو كانت بسيطة. والاسعار اللي انا بقولها لك يعني الجديده زيرو كأنها لسه خارجه من البنك بتشف وبترف، والاسعار اللي انا بقولها دي يا جماعه بتخضع لظروف السوق والعرض والطلب. وبالنسبه ديت ل 200 جنيه 200 ريال سعودي تذكاري اللي هي تم اصدارها بمناسبه التذكار مرور 100 عام على المملكه العربيه السعوديه. نخش بقى على الاصدار الرابع من الورق السعودي او الطقم السعودي الرابع اللي تم طرحه في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وتم طرحه في 4 يناير بالظبط 4/1/1984. وانفرد هذا الإصدار بإضافة فئة ال 500 ريال، أول مرة يعملوا فئة ال 500 ريال في عهد الملك فهد بن عبد العزيز لأول مرة، استجابة للتوسعات اللي كانت موجودة في الوقت دي في التعاملات النقدية اللي موجودة في المملكة بسبب التطور الاقتصادي اللي حصل في المملكة العربية السعودية. بالإضافة بقى للإصدارات السابقة اللي هي إيه بقى، اللي هي ال100 ريال وال50 ريال وال10 ريالات وال5 ريالات والريال الواحد. في هذا الإصدار أصبح عندنا 6 إصدارات من الإصدارات الورقية لسنة 1984. الطقم دي مجتمع كله يا جماعة، لو مع أي حد الطقم دي بيوصل سعره لحد 10000 جنيه لو وصل لحالة الأنصر. طب هو بس من 10000 جنيه؟ لا، بيبدأ من أول 8000 جنيه لو في أي عيوب وبيعلى لحد ما بيوصل ل 10000 جنيه لو وصل لحالة الأنصر أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع. وهنتعرف على الطقم بشيء من التفصيل. معانا أول عملة في الطقم وهي 500 ريال سعودي وعليها صورة الملك خالد. هذه المرة تم وضع صورة الملك خالد على ال 500 ريال تقديرا للملك خالد، ودي تعتبر في الإصدار الرابع. سعر هذه الورقة بيبدأ من أول 6500 جنيه وبيعلى تدريجيا كلما قلت العيوب. لو عليها شخبطه بقى اتساغ بتبدا تتحسن حالتها لحد ما توصل لحاله الانصر، بيوصل سعرها ل 7000 جنيه لو وصلت لحاله الانصر اي بدون اي عيوب نهائيه من اي نوع. قام بقى الملك فهد بن عبد العزيز بوضع صورته على باقي العملات. اول عمله معانا عليها صوره الملك فهد وهي 100 ريال سعودي تحمل صوره الملك فهد بن عبد العزيز، ودي سعرها بيبدأ من أول 1300 جنيه لو فيها أي عيوب أو اتساخ أو انكسار في الإطار أو شخبطة أو تنايات، وبيتعلى تدريجيا كلما تحسنت الحالة بتاعتها لحد ما بتوصل ل 1500 جنيه أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع حتى لو كانت بسيطة. بنخش بقى دلوقتي بعد كده على الإصدار اللي بعد كده من الورقة أو الفئة اللي بعد كده من الورقة، وهي عملة 50 ريال سعودي تحمل أيضا صورة الملك فهد بن عبد العزيز، ودي سعرها يا جماعة لو فيها أي عيوب
بيبدأ من اول 650 جنيه. ال50 ريال ديت يا جماعة بتبدأ من اول 650 جنيه وبتعلى تدريجيا كلما تحسنت الحالة بتاعتها الى ان تصل الى حالة الانصر اي بدون اي عيوب نهائية من اي نوع، الى ان تصل ل1000 جنيه. والاسعار اللي انا بقولها ديت بتخضع لظروف السوق والعرض والطلب وحالة الورقة يا جماعة. نخش بعد كده على الورقة اللي موجودة في الطقم بعد كده، وهي عملة 10 ريال سعودي تحمل ايضا صورة الملك فهد بن عبد العزيز، ودي سعرها بتبدأ من اول 150 جنيه لو فيها اي عيوب او تنايات او شخبطة او كتابة او اتساخ عليها او انكسار في الاطار، وبتعلى تدريجيا كلما قلت العيوب الى ان تصل الى 800 جنيه اي بدون اي عيوب نهائية من اي نوع حتى لو كانت بسيطة، اكنها لسه خارجة من البنك بتشف وترف، ما فيهاش اي غلطة وبتدبح. والاسعار اللي انا بقولها دي بتخضع لظروف السوق والعرض والطلب. معانا بقى العملة 5 ريال سعودي وايضا تحمل صورة الملك فهد بن عبد العزيز، ودي سعرها يا جماعة بيبدأ من اول 100 جنيه، ولو هي فيها عيوب او انكسار او شخبطة او اتساخ او كسرات في الاطار فبيبدأ سعرها من اول 100 جنيه وبتعلى تدريجيا كلما تحسنت الحالة بتاعتها الى ان تصل الى 700 جنيه لو وصلت لحالة الانصر اي بدون اي عيوب نهائية من اي نوع حتى لو كانت بسيطة. والاسعار اللي انا بقولها ديت يا جماعة بتخضع لظروف السوق والعرض والطلب وحالة الورقة واهمية الورقة بالنسبة للهاوي اللي هو عاوز يشتريها. واخر عملة في الطقم او في الفئة وهو فئة الريال سعودي تحمل صورة الملك فهد بن عبد العزيز، وديت هو ريال فسعره بيبدأ من اول 50 جنيه لو هو حالته عادية جدا، في شخبطة، في كتابة عليه، في اتساخ، في كسرات، حالته مش جيدة قوي يعني، وبتبدأ تتحسن الحالة بتاعته الى ان يصل الى ممكن يوصل ل 400 و 500 جنيه لو وصلت لحالة الانصر اي بدون اي عيوب نهائية من اي نوع حتى لو كانت بسيطة. يعني حالة الورقة جيدة جدا، حالتها بتشف وترف كأنها خارجة من البنك. والاسعار بأرض اللي انا بقولها دي يا جماعة بتخضع لظروف السوق والعرض والطلب. معانا الاصدار الخامس من العملات الورقية السعودية، ودي تم اصدارها في 2007، وهي عملات ورقية بتحمل صورة الملك عبد الله بن عبد العزيز. والعملات ديت يا جماعة هي زيها بالظبط زي الفئات السابقة بنفس الفئات الستة السابقة بنفس الفئات بترتيبهم، ولكن هذه المرة على صورة الملك عبد الله بن عبد العزيز. والعملات ديت يا جماعة تم ادخال بعض التقنيات الحديثة عليها. والجديد بقى في العملة ديت يا جماعة ان هي عملات ملهاش يعني اي قيمة غير قيمتها الطبيعية، يعني لو هي 1 ريال بقيمته 1 ريال، 10 ريال بقيمتها 10 ريال، 5 ريال مفيش اي تعديلات عليها لانها هي بقيمتها، لانها هي عملات حديثة وموجودة متداولة حاليا. الاصدار السادس من الورق العملات السعودية، وهو اصدار الاخير من الورقة، ودي بيحمل صورة الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الحالي، ودي تم اصدارها في 2016، ودي اخر ورق سعودي تم اصداره. بتحمل صورة الملك سلمان بن عبد العزيز، وال500 ريال بتحمل صورة الملك عبد العزيز آل سعود. وهي عملات تم ادخال بعض التعديلات الشكلية على هذه الورق، وهو سعره يا جماعة هي بقيمته فقط، فما فيش اي شرح عشان الفيديو بتاعنا ما يطولش اكتر من كده، وما فيش اي سعر للعملة غير قيمتها الفعلية. انا كده خلصت كل ما يتعلق عن اصدارات العملات السعودية، بس اللي ناقص ان انا هسيب لكم دلوقتي ارقام الواتساب، لو معاك اي عملة من العملات القديمة السعودي تقدر تبعتها لنا وهتواصل معاك وناخدها ان شاء الله باعلى الاسعار. انا خلصت، فاعملوا لنا لايك وشير ومتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.